مرحبا، دعونا نتحدث عن الروبوتات، فهي طليعة التطور في مجال جراحة المسالك البولية. تبدو الجراحة الروبوتية متطورة جدا. إنها شكل متقدم من الجراحة بالمنظار. إنها في الأساس تكوين من نوع السيد والعبد. نحن الجراحون نكون السيد، والإعداد الروبوتي هو العبد الذي يقلد حركات أيدينا فقط. مزايا الجراحة الروبوتية تشمل رؤية أفضل، وتكبير أفضل، ودقة أفضل أثناء الجراحة مقارنة بالجراحة التقليدية بالمنظار، وهي تنظير البطن. لقد قطعت الجراحة الروبوتية في مجال المسالك البولية شوطاً طويلاً. هناك مجالان مهمان تلعب فيهما دوراً رئيسياً. الأول هو في سرطان البروستاتا، حيث أصبح استئصال البروستاتا الجذري بمساعدة الروبوت معياراً ذهبياً للعلاج. المجال الثاني الذي أحدثت فيه الروبوتات فرقاً كبيراً هو في سرطانات الكل. تاريخياً كان أي مريض بسرطان الكل ينتهي به الأمر بإزالة الكلية بالكامل. لا، مع الجراحة الروبوتية نحن قادرون على إزالة الجزء المصاب بالورم فقط، والاحتفاظ بالكلية السليمة قدر الإمكان. بفضل الروبوتات نحن قادرون على إجراء العمليات حتى على الأورام الكلوية المعقدة، بحيث يمكن الحفاظ على الكلية السليمة التي وهبها الله لمرضانا، ليس فقط في سرطان الكلى وسرطان البروستاتا، بل في جوانب متعددة من المسالك البولية. أحدثت الجراحة الروبوتية فرقاً. بصفتي جراحاً مدرباً على الروبوتات، نحن نقدم خدماتنا هنا في مستشفى أبولو طريق بني رغاتا باستخدام نظام دافينشي، إليف الروبوت الأكثر تقدماً. شكراً لكم.